في روايات أخرى نكتشف الآن شيئا من المعلومات التي تذكرها عائشة وتشير بشكل صريح إلى جريمتها هي في تسميم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ماذا يقول المثل؟ يكاد المريب أن يقول خذوني. المريب المجرم هو بحد ذاته تلاقيه شنو؟ مهزوز، ويكاد يقول خذوني خذوني، يكاد يبين بالنسبة لنفسه أنه بالفعل هو مجرم فاعل شيء. عائشة هكذا تكاد في هذه الروايات التي سأنقلها لكم من مصادرهم تكاد تقول خذوني، أنا المجرمة، أنا الفاعلة، أنا التي سممت رسول الله وقتلته في أواخر أيام حياته الشريفة. لاحظوا هذه الروايات. روى البخاري في الجزء 8 الصفحة 42، وروى مسلم في صحيحه في الجزء 7 الصفحة 42 أيضا عن عائشة قالت: لددنا رسول الله في مرضه. اللد يعني شنو؟ اللد كانوا حينما الإنسان يتمدد على فراشه يأتون يفتحون فمه يضعون مادة هي بمثابة الطعم، تطعيم، يضعونه حتى الإنسان يقاوم المرض، يعني دواء، يضعون دواء، كانوا يضعونه في أحد جانبي الفم، كان فيه مرارة أيضا هذا الدواء. هذه العملية كانوا يسمونها لدا، لد. فعائشة تقول: نحن لددنا رسول الله، نحن يعني أنا وصويحباتي الزوجات، وعادة ما تكني عن عائشة بالزوجات، عفوا تكني عن حفصة بالزوجات أو بصيغة الجمع، فتقول: لددنا رسول الله في مرضه وجعل يشير إلينا، جعل يقول لنا لا تلدوني، يعني يأشر، يقول لا تلدوني، لا تضعوا شيئا في فمي. فقلنا: كراهية المريض للدواء. لا هذا النبي ما يفتهم والعياذ بالله، هو يؤشر لهم أنه لا تلدوني، لا تضعوا هذه المادة الغريبة في فمي. عائشة وحفصة تقولان: لا هذا كراهية المريض للدواء، يكره الدواء، كل مريض هم يكره الدواء، فلازم نضع له غصبا قهرا نضع له. فقلنا: كراهية المريض بالدواء. فلما أفاق من غيبوبته، كان مغشيا عليه بأبيه وأمي، فلما أفاق قال: ألم أنهكم أن تلدوني؟ ما نهيتكم أنه تضعون هذه المادة في فمي؟ قلنا يعني بررنا كراهية الدواء، يعني كل مريض بعد يكره الدواء. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: لا يبقى منكم أحد إلا لد وأنا أنظر إلا العباس فإنه لم يشهدكم، يعني إلا العباس عمه. لماذا؟ لأنه في روايات أخرى عائشة تقول: نحن اتهمنا العباس لما أفاق النبي، قال: من الذي فعل بي هذا؟ فنحن قلنا: عمك العباس تخوف أن يكون بك ذات الجن. فكذبهم رسول الله وعاقبهم بأن أمر بأن توضع نفس هذه المادة الغريبة في أفواههم واحدة تلو الأخرى. حاول الآن تربط ما بين هذه الأدلة والحقائق حتى تستكشف النتيجة. روى الحاكم في الجزء 4 الصفحة 203 عن عائشة قالت: إن رسول الله كانت تأخذه الخاصرة فتشتد به. هذا طبعا تناقض ثالث، تقول قضية خاصرة كانت، وكنا نقول أخذ رسول الله عرق الكلية ولا نهتدي أن نقول الخاصرة، يعني ما كنا نعرف نسميه باسم الخاصرة، كنا نقول عرق الكلية. أخذت رسول الله يوما فاشتدت به حتى أغمي عليه وخفنا عليه، زين، وفزع الناس إليه، فظننا
أن به ذات الجنب فلددناه، خلينا هاي المادة في فمه الشريف. ثم سري عن رسول الله وأفاق فعرف أنه قد لد ووجد أثر ذلك اللد، يعني وجد الأثر في فمه في لهواته، فقال أظننتم أن الله يسلطها علي أو سلطها علي؟ ما كان الله ليسلطها علي، والذي نفسي بيده، يحلف بالله لا يبقى في البيت أحدا، لربما الرواية هو مصدرها أو اللفظ الصحيح لها، لا يبقى في البيت أحد إلا لد إلا عمي، يعني إلا عمي العباس فإنه لم يشهدكم، ما كان معكم. رسول الله يعاقب عائشة وحفصة ويأمر بأن توضع نفس هذه المادة في أفواههم. لماذا؟ إذا كان الأمر بالفعل في صالح رسول الله، لماذا رسول الله يعاقبهم وبنفس المادة؟ شنو هو رسول الله والعياذ بالله؟ طفل يتصرف هكذا تصرفات طفولية يعاقبهم هكذا من دون سبب؟ وثانيا لماذا رسول الله أصلا منعهما ومنع زوجاته عن أن يلدوه؟ جعل يشير إلينا أن لا تلدوني، ليش منع؟ إذن كان يعرف أن هذه المادة ليست في صالحه. جاءت عائشة وتقر على نفسها أنها اشتركت مع الأخريات وعلى رأسهن حفصة في أن جعلنا هذه المادة الغريبة في فم رسول الله عصيانا لرسول الله، تمردا على رسول الله. هذا بحد ذاته بإقرار عائشة يكفي لإثبات أن عائشة اليوم في جهنم، في جهنم. لماذا؟ قرآن بعد: ومن يعص الله ورسوله شنو؟ فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. الذي يعصي الله ورسوله فالله عز وجل يضعه في جهنم خالدا فيها أبدا. عائشة بنفسها تقر بأن رسول الله منعهم عن وضع هذه المادة، صحيح؟ منعهم عن اللد. وهي بنفسها تقر في حديثها تقول: نحن رغما عن أنف رسول الله وضعناها. يعني إذن عصيان، إذن عصت رسول الله. طبق الآية الشريفة على فعل عائشة تكتشف الآن موقع عائشة وين؟ في الجنة أم النار؟